ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الابتدائي، معكم مس إيناس عبد الله. احنا لسه في theme 3 chapter 1 والنهاردة إن شاء الله هنشرح lesson 5. In our last lesson we talked about ways human can survive in different environments. تحدثنا في درسنا السابق عن الطرق التي يمكن أن يعيش بها البشر في بيئات مختلفة، وكنا اتعلمنا كمان قبل كده عن الحيوان وإزاي بيقدر يتكيف مع البيئة، والنهاردة إن شاء الله هنتعلم عن طرق تكيف النبات في البيئات المختلفة. احنا عارفين ان احنا كبشر we can move from one environment to another and adapt by changing ourselves such as our clothing or activities. يمكننا كبشر الانتقال من بيئة إلى أخرى والتكيف عن طريق تغيير أنفسنا مثل ملابسنا أو أنشطتنا. وكمان نقدر نعمل ايه تاني؟ We can also adapt by changing the environment such as planting crops for food or cutting down trees for warmth. يمكننا كذلك التكيف عن طريق تغيير البيئة مثل زراعة المحاصيل من أجل الغذاء أو قطع الأشجار من أجل الدفء. طب تعالوا كده نوجه انتباهنا إلى النباتات. Let's turn our attention for plants. Can plants move between environments? هل يمكن للنباتات الانتقال بين البيئات؟ Plants in nature cannot move from one environment to another. النباتات في الطبيعة لا يمكنها الانتقال من بيئة إلى أخرى. طبعا انت لو عندك في البيت زرع ممكن تنقله من مكان لآخر حفاظا على حياته، لكن احنا بنتكلم عن النباتات في الطبيعة. In nature plants grow in one place and cannot move. النباتات تنمو في مكان واحد ولا يمكنها التنقل. Plants cannot wear a jacket when it's cold or travel to somewhere warm. فلا يمكن للنباتات ارتداء سترة أو جاكيت عندما يكون الجو باردا أو السفر إلى مكان دافئ للعيش فيه. طب يا ترى ازاي النباتات بتقدر تتكيف لتستطيع العيش في البيئات المختلفة؟ What are some ways that you think plants can live in different environment؟ انت ايه رأيك بقى في الموضوع دوت؟ فكر كده شوية وقول لي ازاي النباتات بتقدر تتكيف مع البيئة وازاي بيقدر النبات يحافظ على حياته. فاكرين لما اتكلمنا مع بعض قبل كده عن الصبار وازاي ان عنده أشواك علشان يحمي نفسه من الحيوانات الموجودة حوله؟ فاكرين برضو لما اتكلمنا عن نبات ورد النيل وازاي هو بيتكاثر بسرعة؟ Today we are going to take a closer look at specific plants. اليوم سنلقي نظرة فاحصة على نباتين محددين وهما acacia tree and water lily lotus، شجرة الصمت ونبات اللوتس. ويلا نفتح كتاب المعاصر مع بعض على page 30. هنتكلم بشيء من التفصيل عن النباتين دول بالذات ونشوف ازاي بيتكيفوا مع البيئة وبيقدروا يحافظوا على استمرارية حياتهم. acacia tree and water lily lotus، شجرة الصمت ونبات اللوتس. There are different types of plants and they grow in every habitat around the world. هناك أنواع مختلفة من النباتات تنمو في كل البيئات حول العالم. Plants in nature grow in one place and they cannot move from one place to another. تنمو النباتات في الطبيعة في مكان واحد ولا تستطيع أن تنتقل من مكان إلى آخر. Plants cannot travel when it's cold to somewhere warm to live. لا يمكن للنباتات السفر عندما يكون الجو باردا والانتقال للعيش في مكان أكثر دفئا. But each plant has traits that help it survive and adapt its habitat. لكن كل نبات له سماته التي تساعده على التكيف والحفاظ على حياته في بيئته. For example, acacia tree and water lily. طيب أول مثال معانا هو الأكاشيا تري أو شجرة الصمت. هو نوع من النباتات بيعيش في الصحراء. مبدئيا كده خدها قاعدة عامة، أي نبات بيعيش في الصحراء يا إما عنده جذور طويلة جدا عشان يقدر يوصل للمياه الجوفية، يا إما عنده جذور متشعبة ومفرودة على سطح الأرض عشان يقدر يمتص ندى الصباح. ليه؟ لأن الصحراء ما فيهاش مياه، قليلة المياه، نادرة المياه، وبيسقط فيها الأمطار بشكل نادر جدا جدا جدا. فالنباتات اللي بتعيش في الصحراء بتقدر تتكيف على ده ازاي؟ تعالوا نشوف من خلال دراستنا لهذا النوع من النبات. Acacia tree adapts to living in the desert habitat where it's dry and hot. تتكيف شجرة الصمت للعيش في البيئة الصحراوية حيث الجفاف والحرارة المرتفعة. The main problem with facing a plant in desert is the shortage of water. المشكلة الرئيسية التي تواجه أي نبات في الصحراء هي نقص كمية المياه. طب يا ترى ازاي شجرة الصمت بتقدر تتكيف مع نقص كمية المياه؟ تعالوا نشوف. Acacia tree has an important trait that helps it survive in the desert. تتمتع شجرة الصمت بسمة مهمة جدا تساعدها على البقاء للعيش في الصحراء as it has very long roots that help it reach deep underground water. حيث لها جذور طويلة جدا تساعدها على الوصول إلى المياه العميقة. The branches have long thorns to stop animals from eating the leaves. كما أن لأغصانها أشواك طويلة تمنع الحيوانات من أكل الأوراق. أنا قريت لك الباراجراف الموجودة عندك في الدرس بتاعك. تعالى بقى نتكلم أنا وأنت كده مع بعض عن الشجرة دي وإزاي هي مشهورة في العالم كله. أولا الأكاشيا تري أو شجرة الصمت ليها أسماء تانية كتير جدا غير الاسم ده.
ومن اسمائها شجرة الصمغ العربي لاننا طبعا بنستخرج منها الصمغ العربي او الشوكة المصرية. انا حابة اكلمك شوية عن الشجرة دي لانها لها اهمية اقتصادية كبيرة جدا. هي تعتبر شجرة مقاومة للجفاف زي ما عرفنا من شوية، ولها استخدامات طبية عديدة كصناعة الادوية للعديد من الامراض، وزي ما قلت لك ان احنا بنستخرج منها كمان الصمغ العربي. والصورة دي بتوضح لنا شكلها على الطبيعة عامل ازاي. طيب ايه اللي يهمني في الجزئية دي؟ اللي يهمني هنا ان انا اعرف الامبورتانت تريت ذات هيلب سرفايف ان ذا ديزرت، السمات اللي بتخليها تقدر تعيش في الصحراء. احنا قلنا ان هي عندها لونج روتس، جذور طويلة علشان تقدر توصل للاندر جراوند ووتر، وكمان عندها ثورنس علشان تمنع الانيمالز from eating the leaves. تمام. ونيجي للمثال اللي بعد كده وهو الووتر ليلي او نبات اللوتس. هنعرف مع بعض البيئة اللي بيعيش فيها نبات اللوتس وكمان ازاي بيقدر يتكيف مع ظروف البيئة دي. نرجع تاني لكتاب المعاصر واحنا لسه واقفين في بيج 30. Water lily plants adapt to living in fresh water habitat. نبات اللوتس بيتكيف مع العيش في بيئة المياه العذبة مثل الأنهار like rivers. The stems of water lily plants are long and flexible to fix the plants in the mud at the bottom of the water. إن سيقان نبات اللوتس طويلة ومرنة لتثبت النبات في الوحل في قاع الماء. Water lily has big round leaves that float water to absorb the sunlight. نبات اللوتس له أوراق مستديرة وكبيرة وهي تطفو على الماء لامتصاص أشعة الشمس. The top of the leaf is waxy to keep water out. الجزء العلوي من الورقة بيكون شمعي الملمس وهو وسيلة لإبعاد الماء عن سطح الورقة. And the underside of the leaf have thorns to protect it from fish that want to eat it. والجانب السفلي للنبات بيحتوي على أشواك لحمايته من الأسماك التي تريد أكله. شايفين النبات ده شكله فعلا في الحقيقة جميل جدا، وفي عنده وسائل كتير جدا بيحمي بيها نفسه. أول حاجة احنا شفنا الستيمز اوف ووتر ليلي بتكون لونج، بتكون طويلة ليه؟ علشان تثبيت النبات في الوحل في قاع الماء. وكمان عنده بيج جراوند ليفز، عنده أوراق مستديرة وكبيرة علشان تقدر تمتص السانلايت، تمتص أشعة الشمس. وكمان عرفنا إن سطح الورقة بيكون واكسي أو شمعي علشان يبعد المية عن سطح الورقة. كمان هنلاقيه من الأسفل have thorns، بيحتوي على أشواك ليه؟ علشان يحميه من الأسماك that want to eat it، اللي عايزة تتغذى عليه. Turn to page 31 وتعالوا كده نحل الأسئلة مع بعض. Put right or wrong. Number 1. There is one type of plants in the whole world. هل هناك نوع واحد بس من النباتات في العالم كله؟ لا طبعا، أكيد في أنواع مختلفة لأن في بيئات مختلفة وكل بيئة بيقدر يعيش فيها نوع معين من النبات. يبقى my answer is wrong. Number 2. Plants can travel when it's cold to somewhere warm to live. اكيد طبعا اجابه الرونج لان ما شفناش نبات ابدا بيحضر شنطه هدوم ومسافر مثلا رايح مكان تاني، لا النبات بيكون ثابت في مكانه، الا اذا كان بقى نبات مزروع في البيت بتقدر تنقله معاك من مكان لاخر، لكن احنا بنتكلم هنا عن الناتشر، النبات الطبيعي. Number 3. Acacia tree and water lily live in the desert. الاتنين بيعيشوا في الديزرت؟ اكيد لا، الاكاشيا تري فقط هي اللي بتعيش في الديزرت، اما الووتر ليلي بيعيش في الفريش ووتر هابيتات في بيئة المياه العذبة. يبقى برضو الإجابة wrong. Number 4. Water lily lotus plant has big round leaves to absorb the sunlight. الإجابة right لأن نبات اللوتس فعلا عنده big round leaf، عنده أوراق كبيرة ومستديرة علشان يقدر يمتص أشعة الشمس. Number 5. Acacia tree have thorns in its branch to stop animals from eating the leaves. ها ايه رأيك الإجابة هتكون ايه؟ excellent، ممتاز، أكيد بتحتوي أوراقها على أشواك عشان تمنع النباتات من أن تتغذى عليها. Question number 6. In water lily lotus plant the top of the leaf is waxy to keep water out. طبعا نبات اللوتس بيحتوي على مادة شمعية علشان يبعد الماء عن سطح الورقة. My answer is right. تمام. طيب انا عندي بعد كده اسئله زي التشوز والماتش. الاسئله ديت from page 31 to page 33. طبعا دي انا هسيبها هوم ورك، وانا بعت الحل ان شاء الله على جروب التليجرام او جروبات الواتس، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس، وكمان هثبته لكم في اول تعليق. ودلوقتي يلا بينا نشوف اهم كلمات الدرس المطلوب منك حفظها.